السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم. النهاردة إن شاء الله هنوضح طريقة تقفيل الشغل عن طريق الغرزة المسلوتة. أنا عندي اهوت الشغل بتاعي عينة من الصوف، عايزة أقفلها أخرجها من الإبرة. أي كان الشغل بتاعي عن طريق الغرزة المسلوتة، يعني إيه؟ يعني بسلت الغرزة ديت الأولانية بدون شغل بالشكل ده. بعد كده بشتغل الغرزة التانية عادي جدا عدلة. بعد كده اخد الغرزة المسلوتة ديت بالشكل ده واطلعها من على الابرة. تاني اشتغل غرزة بالشكل ده عدلة، واخد الغرزة اللي هي اللي اسفل اطلعها لاعلى، يتبقى غرزة واحدة على الابرة. كل شوية بشتغل الاقي الغرز بتاعي بتنقص بالشكل ده اهي، وهكذا بنشتغل كده. بشتغل غرزة عدلة عادية واحط الابرة من اسفل واطلع الغرزة بالشكل ده. اخر غرزة اهيت، وبلف وبطلعها وبحط الابرة من اسفل وبطلعها بالشكل ده. بعد كده هقص الخيط واثبت الغرزة. بقص الخيط وادخله في الغرزة الاخرانية واشدها تثبت بالشكل ده. ابص الاقي العينة بتاعتي مظبوطة جدا، يعني السطر الاولاني بتاع البداية زي السطر الاخير بتاع النهاية، مفيش حاجة معوجة ولا اي شيء. زي ما انا قلت في طرق كتير للتقفيل، فالمفروض ان احنا نتعلم الطرق المختلفة ونختار الطريقة اللي هي تناسبنا. بس من ناحية النظافة والتقفيل طبعا الغرزة ديت نظيفة جدا، شايفين شغلينها ازاي. وكده أكون انتهيت، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.